راشد المقرن، وكنت تتمرن عبد يوميا الله معهم. المهازم، محمد الجريد. يعني هذول ليش ما سجلت في الشباب؟ والله كان عندي طبعا في الوقت هذا لسه انا ما بعد اصدرت لي البطاقه، يعني لسه ما البطاقه كان عندك الوطنيه. جنسية. اي نعم، ما اصدرت لي البطاقه الوطنيه. فانا كنت اطمح اني انا انها تصدر من خلال نادي الشباب. بس ان الموضوع يمكن اللي خلاه طول شوي. طول شوي في نادي الشباب. طبعا بعد ما طول الموضوع عاد دخلت الاطراف الثانيه عاد مثال. لا بس انت اليوم انت لازم تكشف للناس، يعني هذا تاريخ اكشف لازم ايش يعني؟ تكشفه. زي ايش مثلا؟ انك كنت بتوقع للشباب، انا كنت بوقع، انا اقول لك كنت بوقع، بس قلت لك الموضوع طول. هربت من لا سيارة لا لا سلطان لا لا خميس. لا لا, لا ما هربت. يعني كان في، لا خلك واضح يا محمد، انا يعني بقى انت اليوم انا ما لا هربت من نادي نعم. الشباب، بالعكس. لا انت كنت في سيارة سلطان لا لا، مو خميس. انا، اخوي عادل، اخوي عادل الكبير. ايه. اخوي عادل وش الكبير. القصة؟ عطناها. شوف قصه هي، يعني انا بقول لك اياها. انا طبعا كنت اتمرن في نادي الشباب على اساس اني انا يصدروا لي البطاقه واسجل في نادي الشباب وكذا. مرت سنه، سنتين، 3 سنوات، يمكن 3 سنوات تقريبا. الموضوع تأخر. تاخر. آه، ذيك الفترة الشباب كان مشي لي راتب، وكان معطيني سيارة، ويعني والحمد لله أموري مرة كويسة. بس اللهم ما سجل. اها. فكنت أنا أتعب نفسيا صراحة، أشوف اللعيبة يعسكرون ويلعبون مباريات وكذا وكذا، وأنا بس تمارين تمارين. حتى أنا صراحة حتى وانت تاخذ حسيت راتب، إيه، بس انت أبغى ألعب أنا. تشعر إيه نعم، بإحباط، خلاص صحيح. تمارين تمارين. حتى مباريات ودية ما أشارك فيها، لأن تعرف المدرب يلعب في المباريات الودية اللي اللعيبة اللي بيلعب يحتاج، إيه اساسي، نعم، اللي صحيح. يحتاجهم مثلا من الأساسيين، من الاحتياط وكذا. فكنت يعني كنت احس بملل صراحه. ففي الفتره هذه جاني ناس من طرف الامير عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه، وانا في المدرسه. نعم. ف وانت كنت تدرس في اي نعم، المدرسة؟ كنت ادرس انا في في الثانوي. الثانوي، كنت اوكي. ادرس في الثانوي. فطلعت من المدرسه. تفاجات انه في اثنين برا يحتروني. قالوا حتى جاني طلاب رجعوا، انا لسه ما طلعت، قالوا لي محمد ترى في اثنين برا يستنونك كبار. انا طبعا خفت، انا قلت طقتك ام ركب. ايه، قلت ذول بيطقوني ذولي اكيد، يعني ما على طول جاب بالي شر. فالمهم قلت مين ذولي ذا؟ دخلت على المدير قلت له والله في اثنين كذا كذا يستنوني عند الباب. قال لي تعال انا بجي معك، ما عليك امشي. والله وجاء طبعا الله يرحمه المدير، سمعت انه توفى. فانا اقول لك جاء معه وقال نعم ايش تبون؟ قالوا ان عرفوا باساميهم وكذا، واحنا مرسلين من طرف الامير عبد الرحمن بن سعود نبغى محمد انه يبغى يقابل الامير عبد الرحمن. بس جايين ناخذه احنا، بس انه ما يعني ما طلعش اساس انه نكلمه. قال لا انه شافكم ورجع وخاف انه. قال المهم خلاص اوكي، انا خذوه، بس انه تعطوني ظاهر اثباتات، اخذ اثباتات مصورها. اي تمام. وفعلا. طبعا الايام هذيك كنت تدرس في مدرسة تضامن؟ التضامن الاسلاميه. اي نعم، جتك رساله صح؟ عندي واحد اسمه فهد الكريديس، آه، نصراوي متابع كل شيء، فقاعد يزودني بكل شيء. الله يسلمك. تفضل. ايه. فاقول لك طيب ركبت السياره معاهم، والشناط الكتب جنبي، واتنافض ما ادري ايش السالفه، بس عبد الوهاب بن سعود كذا. فدخلت طبعا بيته، كان هو لسه في الشركه. وانتظرته عند في المجلس يمكن 10 دقائق ربع ساعه كذا، الا والله داخل هو علي. انا اول مره اشوفه على الطبيعه، وعبد الوهاب بن سعود يعني مشهور قامه. فعلا، يعني اي اسم كبير في طبعا الرياضة. انا يعني ما ادري، خلاص حسيت اني بغمى علي ذيك اللحظه. والله واقوم ما ادري اسلم ما اسلم ما ادري، يعني صراحه جد يعني اول مره اشوف امير في حياتي، فما بالك عبد الوهاب بن سعود. فالمهم فسلمت عليه وكذا، وسلم علي قال لي ايش فيك؟ لا تخاف، انا طبعا عبد الرحمن بن سعود رئيس قال لك نادي لا المقصة. تخاف ايه لانك تنافض حس، وانت ايه تسلم. شاف النفضه، هو شاف الارتباك فقال لي لا تخاف ان شاء الله والامور زينه، بالعكس وانت بيننا وبين اهلك وكذا. فايش رايك؟ يعني انت الحين طولت في نادي الشباب وكذا، صحيح. وايش رايك تسجل عندنا؟ قلت له بالعكس والله انا ودي اسجل في اي نادي، بس ابغى العب. فعلا انا كنت لو جاني اي نادي ايش، بس بدون ذكر اسامي، كان لا قلت له خلاص اذا بيطلع لي الموضوع ذا بيخلص. وفعلا قال لي خلاص طيب ايش رايك تعطيني بس اسبوعين واحاول انا وان شاء الله. قلت لا بد، خذ راحتك راحتك. قلت طيب كيف ونادي الشباب؟ قال عادي تمرن معهم، تمرن وبس لا حد يدري كذا. حركات الكورة. قال لا حد. قلت طيب لا حد يدري، لا حد يدري، طبعا كل العالم درس الظاهر. المهم فعلا والله ما حد صراحه، يعني كتمت على الموضوع شوي. فالمهم وتمرنت برضه في نادي الشباب وكذا، بدون ما حد يدري ان انا قابلت الامير عبد الرحمن بن سعود واتفق معي وكذا. بعدها تقريبا باسبوع ونص كذا، طبعا اتصل علي الامير عبد الرحمن بن سعود،
قال لي ابشرك ان شاء الله معاملتك انتهت. المعامله انتهت. بس لازم تجي عشان شو اسمه نروح نخلصها في الاحوال. وفعلا والله جيت الصباح الساعه 7 وجيت في القصر ورحنا معاي، هو معاي في الاحوال، دخل الاحوال والعالم ورانا ومن مكتب المكتب يا بس ما كانت ايامها جوالات ما في وكاميرات ولا كان ممكن خلاص سالفه. ومن المكتب الا والله فعلا اخر شيء اللي سلمته على الاوراق حقتي وكذا واستلمتها في خلال اسبوع ونص او اسبوعين بالكثير. وبعدين طبعا على طول عبد الحميد مسعود حطها في جيبه، قال لا ماني معطيك ها البطاقه ما عنده. اي تفرج عليها وذا بس ما انت ماخذها بخليها معي عشان لين اسجل وكذا. وفعلا طلعنا من الاحوال على الاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي رفض. ليش؟ اي رفض، قال ان الشباب مسجلينه يعني صار في لخبطه كذا يعني انها حق الشباب. اي حق الشباب. المهم ان الموضوع هذا ما يتم الموضوع هذا. طبعا فعلا ما تم الموضوع. قعدت طبعا انا في منزل الامير عبد الحميد بن سعود تقريبا شهر. ما تطلع ما اطلع، بس من اروح اتمرن في نادي النصر وارجع. في سيارة الامير. في سيارة الامير ولا خوفا من القبض عليك من قبل الشبابيين. كنت مرة اروح مع ماجد عبد الله، هو الوحيد اللي كنت اروح معه، ماجد عبد الله والامير فيصل بن عبد الرحمن. ايوه كنت هذول الوحيدين. اذا ما رحت مع الامير عبد الحميد بن سعود، لان عبد الحميد بن سعود احيانا بعض المرات ما يروح بدري، يروح متاخر، فمستحيل اجيبه طبعا، بس يروح متاخر. فيوصي يتصل على ماجد عبد الله، تعال مر محمد خذه معك. طبعا اديك كنت اركب اشخص مع ماجد انا عاد. حط لك غرفه في البيت. اي نعم، حط له غرفه في البيت مده شهر. وجبات وجبات معامله، تتغدى مع الامير. كل شيء. يعني من واحد ما قد شاف امير الى واحد ياكل معه. صرت اطلع مع الامير تمشيات ونروح البر، يعني كان والله يعني صراحه ما بغيت اطلع. ايوه فقول لك بن قال سالم، فاقول لك لا اله الا الله. وبعد كذا يعني تقول انت بعد البطاقه مع الامير عبد الرحمن، نعم. الشباب الاتحاد السعودي رفض يسجلك لان عندك مشكله مع نادي الشباب خلال شهر. اي نعم، خلال الشهر هذا صار في مناوشات مع عادل اخوك الحين. طبعا عادل اخوي ركب مع احد الاشخاص، عرفت اساس انهم شو اسمه وين محمد، ما وين محمد، قال محمد عند ربعه. ركب عادل اساس انه يوصف المكان اللي انا فيه. فحصل ان الرجال متجه اتجاه ثاني. بس فتح اخوي الباب. يعني كان يعني فيها غدره ما ادري يعني ما ارتاح. ما ارتاح. قام فتح الباب ونزل. من هو الشخص هذا؟ اخوي عادل هذا. مع مين؟ بدون ذكر اسامي، لا سلطان. هو سلطان خميس زميله طبعا. طبعا هم اصدق. المشكله الحين مره كانهم اخوان. المشكله بس الكوره ما تضمن العالم فيه. لا هي شوف، سلطان خميس كان يمكن يوديه، يبغى بس انه يضغط عليه مثلا، يضغط عليه او يوقع اوراق زي كذا من مع، بس ان الموضوع ما ارتاح له. والرجال هرب. حط رجل الرجال بين السيارات. راح لمين؟ جاء لعبد الرحمن بن سعود اللي هو انا معه هناك. قال يا امير كيف قال خليك معي، خليك ذا عندي، شوف اللي شوف. وفعلا استمرينا تقريبا شهر في الموضوع ذا. طبعا انا في البيت. وانت في البيت يعني كنت راضي انك تقعد في البيت ولا كان يعني بضغط من الامير عبد لا لازم اقعد، لانه في مخاوف انه انا كيف انك كنت تلعب الشباب تعرف ذيك الايام زعلوا مني. ما حسيت انك يمكن تكون في رده فعل. انت ما حسيت انك يعني معليش يعني ما كنت وفي مع الشباب؟ مو مساله وفي، النادي يعني قاعد يعطيك راتب وسياره حلو سنوات. هو تدري ايش الموضوع يعني عشان اكون معك صريح. في واحد كنت دائما اتواصل معه من نادي الشباب، اقول له يا اخي صار الموضوع يا اخي، وكان دائما يقول لي ان شاء الله الشهر الجاي الاسبوع الجاي اللي ما ادري. ايوه صراحه اخر شيء سالته قلت له كالعاده، قلت له انه يا اخي صار في الموضوع كذا. قال لي لا تسالني يا محمد. قال لا تسالني يا محمد، خلاص يعني طفشت انا. زي اللي حتى هو اعطاني شوي يعني احباط شوي. وتعرف انا واحد صغير واشوف الناس تلعب ابغى العب. والله ابغى، انا قلت لك لو جاني اي نادي حتى لو درجه اولى حتى لو درجه ثانيه انا ابغى العب كوره.
صحيح. ابغى اطلع في التلفزيون، ابغى اشارك، ابغى العالم تعرفني. صحيح. وانا كنت مهيئ انه يصير مني الشيء ذا، بس القاهر انه ليش ما اسجل؟ صحيح. ليش ما تطلع ذي؟ جميل. ايه بس هذه ولا ما فيها يعني. محمد أخذت بالعكس البطاقة، انا أخذت الجنسية والبطاقة السعودية، استفادوا منها عائلتك أو ما لا كان لا في لا فرصة؟ لا, لا انا الوحيد بس. ولا كنت زالت اتمنى. عائلتك ما اي عندها نعم، الجنسية؟ اي نعم، لا ما عنده الجنسيه، وانا اتمنى ان شاء الله باذن الله قادم الايام ان شاء الله انه يكون عنده، إن شاء الله يا حكم رب. اني لعبت في المنتخب والانديه السعوديه. جميل. طيب كابتن، أو يعني لما سجلت في نادي النصر الموضوع أحيط بهالة إعلامية كبيرة جدا بأمانة، يعني حتى